مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا وعم يتابعونا عبر التردد 103.5. أيضا للي عم يشاهدونا عبر البث المباشر بوير عربي وراديو بوير على صفحتي الإذاعة. أهلا وسهلا فيكم، رمضان كريم. حلقة جديدة من برنامج صحتك في الدنيا، راح أكون أنا معكم بالتقديم عماد خلف، ومن وراء الميكروفون مثل ما ذكرنا أيضا بالكنترول والبث المباشر شيرين ومحمد. ضيفنا بالاستديو الدكتور عدنان إبراهيم، اختصاصي بأمراض الأطفال والرضع والخدج، خريج جامعة دمشق ومشفى الأطفال الجامعي بدمشق. اسمحوا لنا رحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. وبتشكر الكوادر كلها الموجودة هون بإذاعة بوير. وأتشكرهم على إتاحة الفرصة لي لتوضيح بعض الأمور. شكرا لك دكتور. مستمعينا، إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا بأسئلتكم واستفساراتكم، فيكم تبعتوا أي كومنت عبر سؤال، يعني عبر صفحة الإذاعة. أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. وفيكم أيضا عبر الواتساب، عبر الرسالة فيكم تبعتوا على الرقم التالي، وطبعا واضح على الشاشة: 083 093 82 80 81 4، أو على الرقم الأرضي 429 101. اليوم هيك حبينا نناقش موضوع مهم كتير، اللي هو سوء استخدام الصاد الحيوي أو المضاد الحيوي، إذا جاز التعبير. كتير من المحاور هيك رح نناقشها، بنتمنى أنه تستفيدوا، ومشاركة الرابط أكيد مشان أصدقائكم على صفحاتكم الشخصية يستفيدوا من هاللقاء والمعلومات القيمة من الدكتور القدير الدكتور عدنان إبراهيم. دكتور، بالبداية في شيء بنعرفه انه الاطباء بيوصفوه لاي مريض هو الصاد الحيوي او المضاد الحيوي. يا ترى كتعريف للمضاد الحيوي، لو تعرف لنا اياه وانواعه. هي المضادات الحيوية أو مضادات الجراثيم يعني بشكل عام المعروفة. طبعا في أنواع الشغلات اللي بتصيب الجسم هي الجراثيم، في الطفيليات، في الفطور، في الفيروسات. الفيروسات. فلكل وحدة إلى مضاد حيوي في استطباب محدد لكل واحد منهم. بس بشكل عام نحن هلا موضوع الحديث عن الانتيبيوتيك المضاد للجراثيم. طبعا هي اكتشفت من حوالي العشرينات، يعني 1920 أول ما اكتشفوا البنسلين كان، وبعدين اتطورت حسب الحاجة، صار في تطور وأنتجت الشركات الأدوية المتتالية وماشية لحد هلا. طلعوا سيفالوسبورينات جيل أول، سيفالوسبورينات جيل ثاني، سيفالوسبورينات جيل ثالث، وماشية في تقدم، في أدوية حديثة أكثر كمان طلعت. وإن شاء الله يستمر هالتطور بإنتاج الأدوية الجديدة، لأنه مشكلة المقاومة للشغلات القديمة كثرت كتير. صح. فالموضوع هذا مهم جدا، أنه في إنتاج دائما لأنتيبيوتيك يعوض هالمقاومة اللي حدثت من استعمال الأدوية القديمة. تماما. اكيد محور مقاومة المضاد الحيوي رح نحكي فيه، اكيد هو محور من احد محاورنا نقاشنا. دكتور، يعني المستمع عم يسمعنا، يا ترى لشو بيستخدم هالصاد الحيوي او المضاد الحيوي؟ هو يستخدم كمضاد للجراثيم الحيوية، للجراثيم بشكل عام مثل ما حكيت لك. يعني موضوع الحلقة مثل ما حكيت، في فطور، في تماما. فيروسات، في المضاد الحيوي بشكل عام الدارج هو للجراثيم. في جراثيم أنواع كثيرة طبعا، في إيجابيات جرام، في سلبيات جرام. ففي أنواع كثيرة، وكل نوع له صاد محدد ومعين، وفترة مناسب لإله. معالجة محددة حسب البروتوكولات الموجودة. تماما. دكتور، الافراط، او خلينا نحكي اذا سوء استخدام المضاد الحيوي، سواء كان عند الاطفال أو كاختصاصكم انتم طبيب اطفال، او عند الكبار، يعني بشكل عام عند الانسان او الشخص، يا ترى بيأثر بشكل سلبي على الشخص المريض؟ أكيد هالمعضلة هي اللي تعاني منها كل شعوب العالم حاليا، هي موضوع المقاومة على الأنتيبيوتيك. المقاومة لأنه معضلة حقيقية جدا جدا ومشكلة كبيرة. فلذلك كل عم يعالجوا ما يصلوا لحد هالمرحلة المقاومة. كل واحد حسب مجاله طبعا. تماما. في مجال يختص بالطبيب، في مواضيع متعلقة بالطبيب المعالج، في مواضيع متعلقة بالصيدلاني، في مواضيع متعلقة بالكادر الطبي في المشافي. فكل واحد له مسؤولية في انه يشيل هالعبء مشان تجنب هالمقاومة اللي تحدث. طبعا هي مشكلتها انه
يعني المقاومة نحكي فيها. تفضل دكتور، يا ريت يا ريت توسع فيها هاي إيه، فهي موضوع المقاومة للأنتيبيوتيك طبعا تنتج لأنه أنت عم تعطي أنتيبيوتيك في غير موضعه من غير استطباب. يعني على سبيل المثال إصابات التنفسية العلوية، سواء القصبات، الجيوب، البلعوم، 90 ل 95% منها فيروسي قطعا. تماما. فأنت لما تعطي أنتيبيوتيك لمرض فيروسي بالأساس، هيك ما عم يستفيد نهائيا، وتحمله عبء صحي وعبء مالي كمان. تماما. وكمان تخلق الصاد اللي أعطيته يخلق مقاومة، لأنه ما يلاقي جرثوم اللي هو أصلا مناسب له. تماما. فوين يروح؟ نحكي عن التوازن كمان. تماما. لأنه الجسم كمان في كمان نقطة مهمة، تقريبا في 100 تريليون جرثومة مع الجسم. فطبعا في توازن، في منها ضارة في منها مفيدة، فرب العالمين خلقها في توازن بيناتها. تماما. فأنت لما تعطي هالمضاد الحيوي في غير موضعه، وما في أصلا جرثومة اللي أنت عطيت فيها، مرض فيروسي، صح. بتروح على الجراثيم الموجودة بالأساس تماما. كمفيدة. نعم. فبتروح بتهاجمها وتقتلها، فيصير خلل في التوازن يؤدي إلى مشاكل كثيرة. طبعا البكتيريا الإيجابية الموجودة مثلا بالأمعاء فرضا. طبعا تماما. هي كلها بالأمعاء. تمام. في كثير بكتيريات إيجابية يعني. فهي خالقة توازن بينها وبين السلبية، فالوضع جسمه مستقر. فأنت لما تعطي أنتيبيوتيك في غير محله لمرض فيروسي، فبيعمل لك خلل بهالتوازن، فيعمل مشاكل كثيرة طبعا. تماما. فهي المقاومة مثل ما حكينا. يعني أجيب لك مثال صغير شلون تنخلق المقاومة. يا ريت. الجرثوم هو يوقي نفسه بنفسه. يعني مثلا أنت أفرضت في فرط استعمال. نعم. تعود هالجرثوم على هالأنتيبيوتيك، تعود أنت أعطيته زيادة، مثل أي كائن حي يحاول يحمي نفسه من القتل، لأنه هذا الأنتيبيوتيك قاتل للجرثوم أو موقف للنمو. فهو يحاول يحمي نفسه بأي وسيلة أنت تعطيه مجال. أيوة. فإما بتكرار الفرط في استعمالها أو بسوء استعمال. سوء الاستعمال مثل ما حكينا، تعطي لمرض فيروسي أنتيبيوتيك، أو مثلا المدة غير كافية للعلاج. صح. يعني مثلا هو الجرثوم هذا فترة علاجه أسبوع، أنت أخذ المريض 3 أيام فقط، شاف حاله متحسن، وقف. يسمى علاج ناقص. علاج ناقص، فيؤدي إلى توليد المقاومة. صح. الثانية أنه مثلا كمية الدواء الغير كافية. يعني المدة بغض النظر، سواء أنت أعطيته كمية كافية بس المدة غير كافية، أو الكمية بالأساس غير كافية. يعني الجرعة. نعم. يعني مثلا هو يطلع له، نحن كأطفال يعني مثلا باعتبار أخصائي أطفال، يطلع له مثلا 100 ملغ فرضا على سبيل المثال، أنت عم تعطيه 50 ملغ، ناقص. فهذا ناقص، فالجرثوم ما راح يتأثر فيه. فيولد بقى هو شلون يسوي؟ يولد زراري تانية. لما ينتج دينا، يغير الدينا تبعه، الزراري اللي تجي بعده بيتلاعب كلها بقى تنخلق مقاومة مضاد لهذا الانتيبيوتيك نهائيا، ولا بيأثر فيه الانتيبيوتيك نهائيا. بتعرف على الشفرة. أيوة. فأنت هون يعني عملت مشكلة كبيرة. أول شيء لما إذا انصاب كمان بنفس الجرثوم، هالانتيبيوتيك اللي أعطيته ما عاد يستفيد منه. صح. بدك أدوية أقوى منه. فمشان هيك ركزنا أنه لازم يتصنعوا أدوية الجديدة على طول. أكيد. لأنه بدك بحاجة أنت لأنتيبيوتيك جديد يقضي عليه، لأنه هذا صار مقاوم على الأنتيبيوتيك القديم. فبدك أدوية. وطبعا أحيانا يحتاجوا كتكلفة أغلى، في منهم يحتاجوا بقاء بمشافي فترة أطول. صح. فترة الشفاء أطول. صح. فكل عوامل هاي كلها سلبية بالنسبة للمريض. تماما. وعبء على المريض وصعبة جدا. فبشكل عام عم يعانوا منها كتير، يعني مو بس هون. أكيد. دكتور، هلا بدي احط حالي مكان المستمع اللي هلا عم يسمعنا. دكتور، في بعض الأدوية مثلا 3 حبات، في بعض الأدوية مثلا، أو إذا بدنا نحكي ما بدنا نطلع من مجال الأطفال، يعني في بعض الجرعات الطبيب مثلا بيحدد انه هل الطفل هذا لازم ياخذ العلاج 3 ايام ويوقف، هذا الطفل لازم ياخذ العلاج 12 يوم او 6 ايام. هل الموضوع هذا يعني تبسط لنا اياه للمستمعين؟ هلا هو كل انتيبيوتيك يعني كل انتيبيوتيك طبعا بعد دراسات عليه، ويعملوا قبل ما ينزلوه على كاستعمال سريري، يعملوا تجارب كثيرة عليه، فيشوفوا مدى فعاليته
أو مدى الفترة اللي ممكن يظل فعال فيها بالجسم. ففي منهم ممكن تنعطى جرعة يوميا لمدة 3 أيام، في ممكن تنعطى في أدوية تانية تنعطى مثلا كل 6 ساعات لمدة 7 أيام، في أدوية تنعطى مثلا 3 مرات لمدة أسبوعين. عمر الفعالية حسب طبعا هي فعالية وحسب الإنتان وين موضع. أها. يعني مثلا في مثلا أحيانا إنتانات البولية مثلا عند الأطفال تحتاج فترة أطول. تماما. التهاب البلعوم مثلا يحتاج 5 إلى 7 أيام. التهاب سحايا مثلا. التهاب سحايا يحتاج طبعا أطول. فترة أسبوعين ل20 يوم، وإذا سلي يحتاج أشهر. أكيد إيه. يعني. فطبعا كل وحدة حسب الحالة السريرية تبعه وحسب المضاد الحيوي اللي أنت عم تختاره في له فترة فعالية، يعني كم الفترة الزمنية اللي يضل فيها فعال بالجسم فنحافظ عليها. وبعدين نذكر أكيد. سوء الاستخدام سوء يعني. الاستخدام تفضل بهالمجال. دكتور. أكيد. طبعا هلا مثل أول شيء نبلش بالطبيب. تماما. الطبيب المعالج هو حط أول العتب عليه أول شيء. أول شيء هو المسؤول عن تمام يعني بالنهاية. تبلش المشكلة من عنده. نعم. فلما يجي الطفل عنده فرضا فالمفروض ياخذ قصة سريرية مضبوطة، نعم. فحص سريري ممتاز يعني مضبوط كمان، وتوصل لقناعة انه هذا المرض فيروسي ولا جرثومي، يعني في شك في مخبر يساعدك بالموضوع، أكيد بوجهك. فتعمل تحاليل مخبرية تأيد توجهك. نعم. فلما توجهت بشكل قطعي انه هذا إصابة جرثومية والجرثوم المسبب معروف، فتعطي العلاج المضبوط اللي المفروض يتقيد فيه. تماما. هذا بالنسبة للطبيب. مهم. طبعا والمفضل انه يذكر الطبيب الجرعات لمدة كم يوم والجرعة بالضبط ايش قد كم ملي جرام، لانه كثير احيانا اشوف مثلا يكتبوا معلقة وسط معلقة صغيرة. مهم. هذه ما هي جرعة، انت تماما. بدك تمشي على الملي. صح. يعني مثلا يكتبوا كل ادوية كل 5 ملي لتر تحوي كذا جرام من الانتيبيوتيك، فحسب وزن الطفل بدك تعطيه كميته المناسبة. فما بيصير تعطي معلقة وسط، ولا في واحد معلقته الوسط صغيرة في واحد معلقة وسط، ومدة الاستخدام يأكد عليها والمفروض المريض يلتزم فيها. بس للأسف في كمان سوء التزام بتعليمات الطبيب. تعليمات الطبيب. الخطوة الثانية هي الصيدلاني. المفروض الصيدلاني ما يعطي أدوية أنتيبيوتيك بدون وصفة طبية. نعم. أو فهي أي هيك دواء بشكل البروتوكول. عام، سواء كان أنتيبيوتيك أو أي أنتيبيوتيك دواء. حسن نحن بنحكي تمام. موضوع المقاومة اليوم. نعم. على الأنتيبيوتيك، فموضوعنا بالأنتيبيوتيك. نعم. فالمفروض ما ينعطى على كل دول العالم، ما يعطوا. بالضبط. ما يعطوا في كتير دول، حتى الدول النامية في منهم كتير بلشوا ما يعطوا أدوية من غير وصفة. أبدا. فأنت الصيدلاني المفروض ما يعطي دواء أنتيبيوتيك إلا بوصفة طبية. صح. نجي على الكوادر الطبية كمان، المفروض يكون عندهم وعي اجتماعي، تثقيف الجهات المختصة بتثقيف الوعي الصحي ونشر الوعي الصحي، يفهموا الأهل إنه الالتزام بالمعايير استخدام الأنتيبيوتيك. تماما. نجي على المواطن نفسه أو على المريض نفسه، فيجي يستعمل الدواء. أول شيء شاف حاله متحسن، هو قال له الدكتور مثلا لمدة أسبوع، نعم. شاف حاله متحسن يومين 3 ترك الدواء، فهذا يخلق مقاومة اللي حكينا عنها. المشكلة الثانية إنه الجرعة مثلا أعطاها 3 مرات باليوم، يستعمل وحدة الصبح والمساء، وحدة ما يستعملها. فكمان يعني إهمال الجرعة من الوجبة. يعني في أولا المدة الزمنية، وإهمال الجرعة كمان تلعب دور في تخليق المقاومة. أكيد. وفي كمان مجتمعاتنا نشوفها كتير، يظل منه الدواء يخلوه. أي واحد يمرض بالبيت طفل يقولوا عنا دواء التهاب نعطيه. يعني هو بالأصل يكون كمية أقل صارت، جرعة قليلة، وأصلا استخدامه بالأساس غلط. فكل المشاكل هاي تؤدي لخلق المقاومات اللي حكينا عنها. ضمن حديثك استنتج هيك سؤالين دكتور، هو يعني انه موضوع دائما الطبيب بيذكر موضوع الاختبار التحسس، سواء كان هلا اذا الطبيب وصف لطفل لاول مره بيزور طبيب ووصف له شراب مضاد حيوي، يا ترى نحن بنسمع احيانا بموضوع الصاد الحيوي، الابر مثلا اللي كانت الفلاغون او الامبول بحاجه لاختبار تحسس، يا ترى الشراب
كمان يحتاج لاختبار تحسس، أو موضوع التحسس ممكن الطفل يصاب بتحسس من الدواء الفلاني. ممكن هالمحور هذا يعني. ممكن هلا أي دواء بالعالم ممكن يكون فيه قابلية للتحسس منه. بس الإبر يعني أكثر شيء المشهورة هي كانت البنسلين، اللي عندهم حساسية للبنسلين، فهي المفروض تنعمل، أو حتى يكتبوا الأطباء هلا بعد إجراء التحسس تعطيه بعد ما تعمل اختبار التحسس، تأكد إنه ما عنده حساسية، بعدين تبلش تعطيه الإبرة سواء عضلي أو وريدي. وحتى السيفالوسبورينات هلا اللي كلها كمان يعني يحاولوا يعملوا، أو إذا مو أخذ قبل أول مرة ياخذ يعملوا اختبار تحسس. الأعمار اللي مثلا ممكن إنه ما تصير معها تحسس، فيه شيء دكتور إنه لأي وليد اليوم إنه وصف له مثلا سيفتريكسون وبحاجة لهالدواء هذا، بينعمل له ولا ما في داعي ينعمل له دكتور؟ هلا هو الجهاز المناعي عند الولدان جديد لسه مو مكتمل يعني، ما راح يعمل هالارتكاس اللي صار عنده جهاز المناعي متكامل وكامل أيوة. للارتكاسات. حلو كتير. فبس طبعا يعني جرعات الوليد تختلف طبعا أكيد. يعني هلا واحد ولدان يعني دائما يذكروا الانتيبيوتيك وزن الوليد وعمره مثلا. تمام. أقل من أسبوع، أقل من كيلو، الجرعة تكون قليلة، لأنه كل شيء بجسمه مو ناضج لسه، يعني الكلية مو مكتملة، الكبد مو مكتمل، فأي دواء يستقلب عن طريق هدول بدك تخفف الجرعة، مثل مرضى القصور الكلوي. أكيد. يخففون الجرعة، يعامل مريض يعني. فهو كمان بدك جرعة خصوصية للخدج ناقصي وزن الولادة، العمر أول أسبوع ولادة، ثاني أسبوع، ثالث، لين ما يكملوا الشهر شهرين، ساعتها يصيروا مثل بقية الأطفال. تماما. دكتور أيضا خلال حديثك استنتج السؤال هذا، أنه موضوع الشرابات اللي بتكون متواجدة بالبيت وما يخلصوها الأهل، في بعض الشرابات تكون عبارة عن بودرة ومزج ماء نقي، أو إذا قلنا إذا جاز التعبير ماء مقطر، وفي بعض الصادات تكون هي سائلة. مدة الاحتفاظ فيها أو مدة بعد الاستخدام، أو يعني ما تصلح للاستخدام، لو تحكي لنا عنها يعني. هلا هي في يعني فعالية اللي هو أصلا جاهز، بس مثل ما حكينا هذا سوء استخدام، يعني المفروض تخلص ما تخليه بالبراد، ما يضل شيء. ايه؟ ما يضل شيء. تخلص جرعتك مضبوطة، ما يضل شيء. إذا تحتفظ فيه بالبراد درجة الحرارة مثلا 2 ل8 عادي، ما في مشكلة، وطالما في فترة فعالية بالنسبة للشرابات الثانية والأنتيبيوتيك حصل. الثانية كمان جميع الشرابات الثانية ما في مشكلة، طالما في مدة صلاحية خلاص. تماما. ما في مشكلة. حلو كتير، شكرا على المعلومة اللي دكتور. هلا بدنا نحكي يعني شوي، تطرقت لهالمحور هذا، بس الطريقة الصحيحة حسب البروتوكول العالمي أو الكتب يعني لاستخدام المضاد الحيوي شو هي، سواء كان عند الطبيب أو اللي من المفروض المريض ياخدها؟ هلا هو مثل ما حكينا يعني، أظن يعني قبل طرقنا للموضوع، إيه، إنه الطبيب يعني مفروض عنده معايير يتأكد إنه هذا المرض جرثومي ما هو فيروسي. نعم. أيوة. فيروسي أو فطريات أو طفيليات، يعني مواضيع بغض النظر عن الباقي، بس المهم ما هو جرثومي. صح. يتأكد إنه جرثومي، فبده يعطي الأنتيبيوتيك المناسب له والمضاد المناسب له في فترة زمنية المناسبة له وبالجرعات المناسبة. تماما. الموضوع الثاني هو الأهل، مثل ما حكينا، الوعي الصحي والتقيد التام بالتعليمات الطبيب. تماما. بالكمية وبالمدة واللي حكينا عنها، فهي أفضل وسيلة لعدم خلق المقاومة اللي عم نحكي عنها. المشكلة هاي الكبيرة اللي بتصير. فهي يعني هدول أهم نقاط بالنسبة للالتزام تأكيد الطبيب على أن الإصابة هي جرثومية وأعطاء المضاد الحيوي المناسب، والأهل الإجراءات المطلوبة مثل التحاليل طبعا في أحيانا تحتاج لزرع، أحيانا تحتاج لزرع تأكد. طبعا الزرع مفيد جدا لتأكد حتى نوع الجرثوم شو هو، والنوع الصاد اللي عم يستجيب عليه، الفعال الأكتيف. أيوة يعني. فيعملوا حساسية اختبار يعني زرع وتحسس اسمه. زرع وتحسس معناتها الزرع يعطيك نوع الجرثوم بالضبط شو هو الجرثوم، والتحسس يعطيك أنتيبيوتيك، أي أنتيبيوتيك فعال جدا ضد هالجرثوم، فتبدأ فيه. فهي أفضل طريقة
للاستعمال المناسب. هذا كان سؤالي اللي راح كنت أطرحه حقيقة دكتور. موضوع الزرع، ثقافة الزرع عنا ربما معدومة. زرع صح. سواء كان زرع البول أو الزرع الجرثومي. يا ترى بالدول المتقدمة دكتور أي مريض بيتعاملوا معه على هالقاعدة هاي؟ هو السؤال كان أطرحه بشكل تالي، إنه مثلا يا ترى في قاعدة للتشخيص المرض، قاعدة للعلاج، مثلا إنه الطبيب ياخد عينة من الجرثومة أو عينة من البول أو عينة من المكان المتقيح فرضا إذا افترضنا، يعني في قاعدة لأخذ العلاج دكتور هلا هن موضوع الزرع يعني. بالخارج يعني مثلا ما يعطوه اصلا انتيبيوتيك عشوائي. عشوائي، مستحيل يعطوه. بس مثل ما حكيت الطبيب عنده معايير، يشوف عنده معايير مخبريه مثل CRP، علامات تشير انه مثلا ولو ما هي نوعيه 100%، بس صح. تعطيك توجه مؤشر انه يعني. في حدثيه التهابيه، في جرثوم بالموضوع. آلية التهابية يعني. ممكن اللي تفيدك اكثر قبل الزرع، يعني هي تاخذ مسحه من نعم. البلعوم، مسحه من الانف، كمان تعملها مثل سلايد يعني نعم. تشوفها، فممكن تعطيك كمان معلومه انه هي اصابه جرثوميه او لا. تماما. وطبعا هي التشخيص القطعي هو الزرع. الزرع والزرع يعني يعطيك لابد منه. الدواء الفلاني الأكثر ايوه، فعالية. الزرع مثل ما حكيت انه هي يعطيك نوع الجرثوم بالضبط، تماما. شو اسم الجرثوم حلو. وشو المضاد الحيوي اللي يقتل تماما. الجرثوم. عبارة عم ياخد 48 ساعة بظن أو 72 حسب ساعة حسب الزرع ايه، الزرع. بس تماما. اغلبهم 48 ساعة 48 ل ساعة بتبين 72 ساعة، النتيجة. الا التدرن، احيانا التدرن هاي ياخد وقت أطول يعني. فترة اطول، تماما. كمان اسبوع او اكثر. دكتور عدنان إبراهيم، نحن مثل ما يقولوا محاور الأسئلة عنا انتهت، والمشاهدين والمستمعين إذا أي حدا عنده ممكن ايه، ممكن بس ايه تفضل دكتور. ممكن شغلة بسيطة تفضل هيك، دكتور. مشان كنت لازم احكيها بالاول مهم. بس هلا خطرت معنا ببالي. وقت دكتور لا، هي ملاحظة يعني شغلة دقيقة، هي موضوع انه شو الطريقة انه ما نخلي ننصاب بالجراثيم. ها. حلو. فمشان نوقي لحالنا هالمعضلات هاي كلها واستعمال الانتيبيوتيك والإصابة صغار بالجراثيم. وكبار. أيوة، فهي أول شيء بالنسبة كأطفال يعني مفروض ياخذوا لقاحاتهم مزبوط، تلقيح توقي من الإصابة الجراثيم بشكل قطعي. طبعا الجراثيم اللي ملقح فيها هو، يعني مثل تماما. التهاب السحايا، مثل الهيموفيلوس انفلونزا، في جراثيم لها لقاحات دارجة هلا تماما. يوقي. ثاني شيء هو الثقافة الصحية الموجودة بالبيت، مفروض هاي كمان مثل ما حكينا قبل على دوائر التوعية الصحية، هذول يوعوا الأهل إنه مثلا غسيل أيدي بالمي والصابون نعم. دائما، قبل الأكل، بعد الأكل، بعد التواليت، يعني غسل الإيد والصابون تصير عادة كويسة بالبيت. تماما. ثالث شيء هو غلي يعني الأطعمة ما تكون مغلية بشكل جيد. تمام، نعم. الخضروات يغسلوها بشكل مظبوط، نعم. يعقموها. فهي كلها وسائل تخفف من الإصابة الجرثومية. فنحن تماما. لو عملنا هالشي ما راح تنصاب أنت بالأساس، ما أكيد. تحتاج لأنتيبيوتيك. تماما. في شغلة كمان نسيت أتطرق لها، أنه حتى المقاومة اللي حكينا عنها، لأنه هلا ذكرت اللحومات مثلا لما تسويها، مثلا أها. أنت أكلت في منهم هلا كتير يعطوا أنتيبيوتيك للحيوانات، أيوة. للدجاج والبقر، الخواريف، نعم. الغنم. فكمان لما ينعطوا كمان هن يصير مثل الإنسان، يصير عندهم مقاومة جراثيم تبعهم. فأنت لما تاكل اللحم تبعهم بشكل غير صحي، فالجراثيم كمان تجي تنتقل، المقاومة تنتقل كمان لك. لك هاي يعني نقطة هاي كمان نقطة ايه مهمة كتير ايه يعني. طب. فعادة ينبهوا انه دائما يذكروا اللحوم مثلا هاي ما اخذت انتيبيوتيك، يعني في منهم اللي حتى يطبعوا عليها هدول طبعا اللي برا يهتموا بهالموضوع، تماما. يكتبوا انه هذا مثلا هاللحم اللي انت عم تاكله هذا مو اخذ انتيبيوتيك. تماما. دكتور، قبل ما نختم لقائنا بشوية نصائح من عندك أيضا، هلأ موضوع باعتبارنا نحن بمنطقة شمال شرق سوريا عم نعيش بحالة يعني غير يعني موزونة، فنضطر انه تجينا أدوية من مصادر غير موثوقة، سواء كانت من يعني بتجينا أدوية من جميع الأشكال. لو نحكي عن الموضوع هذا، نحن سابقا مثلا كان في وزارة الصحة السورية عم تراقب الأدوية، والشركات كانت مراقبة، هلا بتجينا من أكثر مصدر ربما يكون غير موثوق أو أدوية تجارية. اكيد. يعني بتقول لك إنه دائما الطبيب
بيركز على الدواء الفلاني، الدواء الوطني، الدواء الفلاني. لو نحكي عن مدى صحة هل هو لا، هالمعضلة. فيها كثير. المشكلة كمان هاي معضلة بالنسبة لوضعنا، لأنه تمام. ما في رقابة على الدواء اللي داخل عنا 100%. تماما. فتجي من مصادر ما تعرف من وين. فمصدر يعني نسبة الثقة فيها ضئيلة يعني. ضئيلة جدا. فيدل على موضوع انت وحظك يعني. تماما، الفعالية تكون أقل ايه، يعني. فما تعرف يعني بالضبط، صح. احتمال تكون منيحة واحتمال ما تكون منيحة تمام. يعني نصيحتك للي بياخذوا الأدوية اللي إنه ما أنا موثوقة مثلا، إنه نصيحتك للمستمع هلا أو إذا واحد للمشاهد. في بديل عنه، واحد موثوق، طبعا الأفضل موثوق. الأفضل موثوق طبعا. يكون أكيد. بينما الشركات ما في بدائل، ما وأحيانا مضطر مضطر. نكون ما فيها أيوة. المصدر فهو الوحيد. أهم شيء يعني النقطة اللي نرجع لها بالأساس، إنه أنت تستعمله في مكانه الصح. تماما. هذا هي النقطة الأساسية، والباقي على تستعمله في الله. مكانه الصح، بالوقت المناسب، بالجرعات المناسبة، تماما. بالمدة الزمنية المناسبة. ما راح تتعرض لموضوع المقاومة وموضوع هاي أكيد. الحلقة تبعنا. أكيد. ألف شكر لكم دكتور عدنان إبراهيم على الحضور الجميل والمعلومات الله القيمة. يخليك، تسلم. شكرا لكم مرة تانية، وللكادر بويار، والله المزيد من التقدم معكم، شكرا. النجاح والتوفيق إن شاء شكرا الله. لكم دكتور. شكرا لحسن استماعكم مستمعينا ومتابعينا، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة ورمضان كريم.